السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قناة يوميات توتا والعيال، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وافضل حال. حبيت اشارككم النهاردة من غير ماما في المطبخ لان ماما نايمة وتعبانة شوية. فتحت التلاجة لقيتها متبلة كام قطعة بانيه وكانت مفرزة شوية بطاطس، قلت ما بدهاش يلا بينا. تعالوا شوفوا محمد ابن توتا العيال هيعمل ايه لتوتا النهاردة. يلا نبدأ. بصوا بقى، انا طلعت طاستين، طاسة لقلي البطاطس وطاسة لقلي البانيه. بص هنا البانيه بيتقلي ازاي، وتعالوا نشوف هنا البطاطس بتتدلع في الزيت ازاي. طبعا عشان توتا العيال اللي هتاكلها. مش هخبي عليكم يا اخواتي، انا كنت واقف خايف وقلقان. انا واقف قدام النار. ماما شجعتني ان انا لازم اقف جنبها واعمل لها اكلة حلوة. طبعا هتقولولي البانيه تبلته ازاي؟ غلفته بفيجيتار او بقسماط على حسب الرغبة. طبعا انا تبلته بالبقسماط عشان يبقى طري شوية، لكن بالفيجيتار يبقى محمص شوية. هنا بقى البطاطس محطوطة قدام البانيه في طاسة اللي قدامها، اللهم بارك شكلها حلو قوي في الطاسة، محمصة وكريسبي، تستاهل بق توتا العيال. ياريت كل اللي بيتفرج على قناة يوميات توتا العيال يدخل يفعل الجرس ويدوس لايك ويشير الفيديو ويقولي رأيه ايه في التعليقات في أكل محمد ابن توتا العيال. بصوا هنا بقى بنقلب البانيه. بصوا شكله عامل ازاي، كويس جميل ازاي. بقلبه يمين وشمال يمين وشمال. بنبصوا طبعا هو لسه مستوياش، بنسيبه يتدلع في الزيت. شايفين شكله عامل ازاي، اللهم بارك. شايفين والبطاطس اهي جميلة جدا جدا، لونها اصفر جميلة. بصوا البانيه لونه عامل ازاي، ايه رأيكم؟ اللهم بارك شكله جميل قوي. شايفين الروعة، شايفين الجمال. قولوا لي رأيكم في التعليقات. كل اللي لسه بيتفرج على الفيديو دلوقتي يحط لايك ويدوس اشتراك ويشير الفيديو ويعمل نسخ الرابط. يلا بصوا بنضغط عليه عشان يستوي. طبعا تحطوا اللايك. بصوا شكله عامل ازاي، جميل تحفة، حاجة يعني من القلب. طبعا احنا دلوقتي هنجيب طبق عشان نحط فيه البانيه. بصوا هنحط البانيه دلوقتي اهو. هجيب الطبق دلوقتي اهو، حطيته. هجيب دلوقتي البانيه هطلعه من على النار عشان خلاص كده كفاية بقى محمص وشكله جميل جدا، اللهم بارك. وهنحط البانيه التاني اللي فايض، اللي استوى بقى هنطلعه واللي مستواش هنقلبه اهو. بقلبه. بصوا منظره، اللهم بارك. البطاطس اهي، ايه رأيكم عامل ازاي؟ يا ريت بقى يا اخواتي تشجعوني وتقفوا في ضهري عشان اول مرة اعمل كده من ورا ماما. انا عايز طبعا افاجئها، ويا رب تبقى مفاجأة حلوة مفيهاش علقة سخنة اتضرب. بصوا طبعا البانيه استوى دلوقتي، هطلعه خلاص. بس اهم حاجة نصفي الزيت عشان ما يبقاش شارب زيت، ما ينفعش يبقى شارب زيت، لازم نعمله كده نصفيه اهو. طبعا بقى يا اخواتي هنطلع البانيه اهو اللي استوى، وهنحط كام قطعة البانيه التانيين اللي هنغلفهم بالبقسماط وهنحطهم تاني او بنصفيه من الزيت وبنحطه. اهم حاجة نصفيه من الزيت عشان ما يبقاش شارب زيت اهو. بنطلعهم ادي التانية، وهنحط كام قطعة البانيه التانيين هنغلفهم بالبقسماط وهوريكم دلوقتي. بس نصفي الزيت اهم حاجة عشان ما يبقاش شارب زيت، اهم حاجة ما يبقاش شارب زيت. انا خايف بقى ماما تصحى وتشوفني على غفلة وانا بعمل نسيبة، هتشم الريحة وتقوم. دينا صفيناه دلوقتي. طبعا انا بقى خربت الدنيا، زروت الدنيا بقسماط وزيت والدنيا اتبهدلت على الاخر ومواعين قد كده. ده شكل البانيه بعد ما استوى، او ده شكل البطاطس. ايه رايكم؟ اللي لسه معايا الفيديو مش يعمل لايك واشتراك ويقول لي رايه في التعليقات. هوريكم دلوقتي نتبل البانيه الباقي اهو. بصوا هنجيب قطعة البانيه ونحطها في البقسماط اهو نتبلها. هنا بقى انا طلعته اهو وبتبله، قربت خالص اهو وانا بتبله. لازم نملاه بالبقسماط عشان يبقى طري وجميل وكويس. شوف انا بعمل ايه، ولو لسه معايا على الفيديو تخش تعمل لايك واشتراك وتشير لي الفيديو. يلا بصوا نجيب البقسماط ونحط على البانيه، وبعد كده نقلبه يمين وشمال يمين وشمال. تحط اللايك طبعا يمين وشمال، وطبعا نشربه بالبقسماط، نخليه يشرب البقسماط.
نطبطب عليه كده بالراحة ونحط عليه البصمات من فوق. اهم حاجة نكسيه بالبصمات اهو. طبعا انا هاخده كده بقى على نفس الحالة دي واحطه في الزيت اهو. هنحطه في الزيت اهو. واهم حاجة تخلي بالنا من صباعي، انا كنت خايف. طبعا هنجيب القطعة البانيه التانية هنطلعها وهنحطها في البقسماط وهنتبلها كويس 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 اهو. بصوا، ونجيب البقسماط نفس القصة بتاعت التانية بالظبط. هنجيبه كده ونتبل نتبل 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 لغاية ما تبقى كلها بانيه. طبعا هنا بقى انا قربت اخلص يعني لازم نتبله كويس جدا. طبعا انا هاخدها دلوقتي وهنحطها في الطاسة. هنحطها في الطاسة دلوقتي. انا كنت هتلسع، الزيت طرطش عليا يا لهوي. بصوا من كتر غباوتي بزق البانيه بصباعي يعني. او نجيب اخر قطعة صغيرة خالص نحطها جنبيهم. بعد كده هغسل ايدي اهو. بعد كده هروح اجيب الشوكة اهو واقلبها. طبعا البانيه هيطلع روعة روعة روعة.